كان في قصة كده سمعت عنها، قصة عم شاكر وابنه الوحيد. عم شاكر ده كان راجل مسن عايش حياته كلها علشان ابنه زين، سفر وشغل وشقة عشان يخليه مهندس قد الدنيا. زين اتخرج واشتغل في شركة كبيرة وبدأت حياته تسرقه، الشغل والسهر والسفر والمظاهر. عم زين كان دايما يتصل بيه كل يوم، وزين كان بيرد باختصار: يا بابا أنا في اجتماع، يا بابا هكلمك لما أروح، يا بابا بلاش رغي كتير في التليفون. وكان دايما زهقان من مكالمة باباه. في يوم كان زين في حفلة كبيرة مع صحابه ومبسوط جدا، لقى باباه متصل بيه يمكن 10 مرات ورا بعض. زين اتضايق وعمل الموبايل صامت، وقال أكيد عايزني أجيب له عيش وأنا راجع، أو يسألني عن دواء، مش وقته بقى خالص بقى ومش وقت نكد. ومرضيش يرد عليه. تاني يوم الصبح زين صحي على مكالمة من الجيران، قالوا له ايه؟ البقاء لله يا زين، والدك اتوفى بالليل لوحده. زين جري على البيت وهو منهار، دخل أوضة أبوه، لقى الموبايل بتاع باباه مرمي على السرير. فتح الرسايل، لقى باباه بعتله 3 رسايل. الرسالة الأولى قال له: يا زين، أنا حاسس بتعب مفاجئ في صدري، لو مشغول يا ابني عدي عليا نروح للدكتور. يا ابني أنا مش عارف أتنفس، الباب مقفول ومش قادر أفتحه، رد عليا يا نور عيني. والرسالة الأخيرة قبل وفاته بدقايق قال له: أنا مش زعلان منك يا زين، أنا بس كان نفسي أموت وأنا في حضنك، مش وأنا ببص على صورتك في الموبايل. خلي بالك من نفسك، أنا مسامحك. زين قعد على الأرض في نص الأوضة وهو بيصرخ، بس الصراخ ملوش فايدة، اللي راح ما بيرجعش. المكالمة اللي انت بتكنسل عليها دلوقتي من أبوك أو أمك ممكن تكون هي الوداع. الشغل مش هيطير، الصحاب مش هيخلصوا، بس الأهل هم اللي ليهم صلاحية في عمرنا. فوقوا قبل ما تلاقوا نفسكم بتقروا رسائل اعتذار لشخص بقى تحت التراب.